انا مشيت 8 كيلو ونص من يومين. طيب انا ليه مشيت 8 كيلو ونص من يومين؟ قررت اعمل فلوج عشان احكي بقى الموضوع كله دلوقتي. اليوم بدأ ان انا نزلت من البيت، ركبت مواصلة عشان اروح الكلية. كنت طبعا بذاكر هرم منقورة. طيب ده بيدل ان انا رايحة فين؟ عندي تدريب صيفي تبع الكلية ان انا هنروح الاهرامات. نزلت ركبت مواصلة وصلت، وده انا في الشارع عادي، وكنت متوترة انا بصور عشان كده مش مظبوطة. وبعدين وصلت الكلية وقابلت صحابي، وبعدين ركبنا الباص وبدأنا نتحرك عشان نروح القاهرة. وصلنا القاهرة بسرعة عشان يعني مش بسرعة، احنا وصلنا تقريبا في 3 ساعات ونص 4 ساعات حاجة كده، بس انا بختصر الموضوع. ده النيل عادي عشان انا بحب اصور النيل فقررت اصور. طيب احنا رايحين بقى الاهرامات نعمل ايه؟ احنا رايحين تدريب. المفروض ان احنا بنتعامل اننا يعني مثلا ايه، لو انت مرشد سياحي ومعاك جروب هتشرح له ازاي. فاحنا بقى بنبقى واخدين حاجات وبنقعد بقى نحفظها ونراجعها وكده عشان لما نوصل المكان اللي احنا رايحينه نشرح بقى لزمايلنا وكده، على اساس ان هم دول جروب سياحي، بس هم مش جروب سياحي ولا حاجة، هم دفعتنا عادي جدا. هنا كنا وصلنا عند الاهرامات وصورتهم من بعيد عشان واي نوت، عشان مش بروح الاهرامات كل يوم، ودي اول مرة في حياتي اروح الاهرامات، فكنت مبسوطة اوي بصراحة. اوكي. هنا بقى ده كان خوفو، والحته اللي فيه دي البوابه بتاعته، بس احنا ما دخلناش. كنت عايزه ادخل قوي بصراحه هرم من الاهرامات، بس كنا قلنا اننا هنروح حته وبعدين هنرجع تاني، بس احنا ما رحناش، احنا مشينا على طول عشان الجو بجد كان حر قوي. بس انا كنت يعني لو رحت تاني هبقى ادخل ان شاء الله. هنا كنت بصور الارض لانها بجد كانت اكتر حاجه مش مستويه شفتها في حياتي، وكنت هقع كتير قوي. وبعدين ده انا مع الهرم عشان الحماس كان 1000، يعني حرفيا كنت خلاص بقى اللي هو ايه متحمسة جدا. ده احنا بقى واحنا رايحين عند ابو الهول، الباص نزلنا في حتة وقال ان هو على اساس ان المفروض يعني دي البوابة اللي هندخل منها، وبعدين قالوا لنا لا البوابة دي مقفولة فهنمشي بقى. فمشينا كتير قوي كتير قوي، والجو كان حر جدا لدرجة ان انا حسيت ان البوت بدأ يسيح وان انا بسيح، وكنا خلاص بننهار بقى والميه اتبخرت وحاجه كانت صحر قوي. لو حد هيروح خدوا شمسيه، واقي شمس، ميه كتير وتلج. وبعدين دول ال3 اهرامات بقى تاني عشان يعني ما عادي براحتي. وبعدين هنا كنا بجد لقينا باب كده، والباب ده جواه باب وجواه حته كده اللي هو كانها نفق كده، وبعدين سلم وبتاع. فقلت لاصحابي يلا ندخل، عشان انا بجد اي حته غامضه كده بحب، يعني في مكان اثري بحب ادخل فيها. بعدين طلعنا سلم في الحر فالموقف كان صعب. وبعدين بلوت تويست اكتشفنا ان الحته دي هي اللي بتطلع بقى على ابو الهول وكده، فحسيت ان انا عملت انجاز. بس هو عادي يعني، هو حاجه عاديه جدا، بس انا اتبسطت. ده ابو الهول بقى، وفي حاجه كده شبه باب تحت ودنا ابو الهول. سمعت بقى ان هو الحته دي لو كانت تم اكتشافها مش عارف ايه هتغير العالم وبتاع وحاجات كده نظريات، بس طبعا محدش هيقدر يطلع في الحر ده. وهنا بقى كنا ماشيين تاني، ما صورتش بقى المعبد الجنائزي بتاع الاهرامات. هرم خوفو ليه معبدين، معبد جنائزي ومعبد الوادي، وهرم خفرع عليه معبدين، معبد جنائزي ومعبد الوادي برضو، بس دول نسيت اصورهم. هرم منقورع المعابد بتاعته اندثرت لانها اتبنت من الطوب اللبن. حاسه ان انا دخلت في تفاصيل، فلو حد عايز يبقى تفاصيل اكتر في الحاجات دي عرفوني عشان كده ابقى احكي لكم. انا بقى كنا ركبنا الباص تاني على اساس هنمشي طالعين من الاهرامات بقى وخلاص باي يعني. وقررنا بقى ان هما هيروحوا مول مصر على اساس انه هنقضي بقى ايه استراحه هناك كده حوالي ساعه، وبعدين نتحرك تاني عشان نرجع للكلية، وكل واحد بقى يرجع موطنه وكده. بس في ناس تاهت في المول، وفي ناس مش عارفة ايه اللي حصل. فالمهم مشينا بعد تقريبا ساعتين وكان حر بقى. بعدين بقى هنا كنا طالعين من المول وتحركنا تاني بقى على اساس هنخرج من القاهرة، والطريق كان طويل قوي. يعني احنا بجد غير الساعتين اللي ضاعوا دول احنا طولنا قوي في المشي. يعني دايما الطريق الرجوع بقى بياخد حوالي 4 ساعات حاجة كده. انا بقى صورت حاجات عشوائية قوي، كنا طالعين بقى فبدأت اصور عربيات ماشية او حاجات كده. هنا صورت فيديو كتبت كايرو وينج عشان
زحمة بجد، كان زحمة قوي. وهنا بقى طلعنا في حتة كده، كانت حتة فيها خضار يعني، فقررت انه ايه ده خضار وغروب وبتاع، ان هو محصول مزروع يعني، فقلت ليه لا. هنا كنا لسه في الطريق، والليل ليل علينا واحنا في الطريق واحنا لسه ما وصلناش. هنا بقى كنت وصلت، بس الباص كان نزلنا كده شارع بعيد قوي، فمشيت كمان شارع كبير. بعدين هنا بقى كنت قابلت اهلي، وبعدين ركبنا بقى عشان نروح، وده انا مع باب الشقة. وبس كده الرحلة انتهت بعد عناء، بس بجد كان يوم حلو قوي، والفايبس كانت حلوه كده. وهحاول احط لكم بقى الصور وفيديوهات وحاجات، الحاجات بقى عامه، اي حاجه احنا صورناها، اي حاجه كده. ويا رب تكونوا اتبسطتوا بالفلوج العشوائي بحت ده، بس انا اتبسطت وانا بصوره، اتبسطت وانا بعمل فويس اوفر، اتبسطت عامه. كانت تجربه حلوه وجديده وكده. ف اي حد عايز يروح الاهرامات، روحوا الاهرامات يا جماعه، عشان بجد المغامره تستحق العناء. بس كده، باي. Mm-hmm.